يا صباح الفل والهنا عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يوم من ايام رمضان. النهارده بادئه الفيديو معاكم. بصوا من الساعه بالظبط 5 ل10. بصوا مش قادره اقول لكم. كان ورايا حاجات كتير جدا جدا المفروض كنت اعملها النهارده واتاخرت للاسف للاسف. تعالوا اقول لكم النهارده همشي اليوم بتاعي ازاي، وازاي نعمل لو انت داخله المطبخ الساعة 5. خلاص فاضل أقل من ساعة على الفطار. خلاص يعني أقل من ساعة على الفطار والمفروض أعمل فطار. فتعالوا أقول لكم النهاردة نعمل أكل عاملة إزاي، وفايدة التفريزات اللي الناس كلها كانت عمالة تتريق وعمالة تقول إيه قبل رمضان. فاضل بس تفرزوا المية. فاضل مش عارفة تفرزوا إيه، تفرزوا الهواء. تعالوا شوفوا النهاردة التفريزات. لما دخلت النهاردة الساعة 5 المطبخ أنا عملت إيه. بس الاول قبل ما هبدأ في الفطار، ابتديت ان انا اعمل الزبادي. لان انا للاسف انا خلاص ما بقاش عندي غير كوبايه زبادي زي ما انتوا شفتوا كده في الاول. فانا قلت اعمل الزبادي لان الزبادي في الوقت اللي احنا فيه ده بياخد 8 ساعات. فانا دلوقتي الساعه 5 او 5 ل10. آم، دلوقتي انا قلت هعمل في ال10 دقايق دول هعمل فيهم الزبادي، علشان لما يقعد ل8 ساعات يقعد بقى لحد 8 ساعات، يقعد لحد الساعة 1 فيكون خلصان الساعة 1 نقدر بقى ايه ان احنا ممكن ناكله. الزبادي في المكنة، انا بقالي فترة كبيرة بعمل الزبادي في المكنة، علشان الزبادي في المكنة اسهل بكتير. وعشان انا الفرن عندي مهما يعني انا جربت ان انا اعمل الزبادي في الفرن مرة واتنين وتلاتة، وللأسف فشل ذريع. فاضطريت اتجه بقى لموضوع المكنة بقى عايزة اقول لكم بتطلعه بيرفكت. لو اي واحدة لسه عروسة جديدة او ما عندهاش طقطان لموضوع ان انت تتعلمي الزبادي، يعني ان احنا نعمل زبادي في الفرن، هاتي المكنة وخلصي نفسك اعملي زيي. المكنة يا جماعة سعرها رخيص جدا، يعني يعتبر بكلام فارغ بالنسبة لكميات اللي انت هتعمليها فيها. زي ما انتوا شفتوا كده في الاول انا بجيب الخميره بتاعت الزبادي، والزبادي اللي انتوا شايفتوه او الخميره ديت كانت اصلا انا اللي عاملاها. يعني الزبادي اصلا انا اللي عاملاه. فجبت اخر علبه فيها واخر ازازه كوبايه يعني. وببتدي ان انا يعني انا بالنسبه لي بحب الزبادي يبقى كريمي. فببتدي ان انا الزبادي اللي هو الخميره ابتدي ان انا افكه كده زي ما انتوا شفتوا في الاول الفيديو خالص. عندي بقى بمضرب زي مضرب البيت، عندي بشوكه بتنعميه خالص، وبعد كده بتضيفي عليه معلقتين من اللبن، وبعد كده بتدوبيهم، وبعد كده بتضيفي بقى عليه الخميره دي بتضيفيها بقى على اللبن وتفضلي تقلبي. واللبن دافي مش سخن. اللبن بيكون دافي على النار، وتبتدي تقلبي وتروحي وتيجي فيه بحيث ان الخميره تدوب في قلب اللبن، ما تبقاش ليها اي اثر. وبعد كده بعد كده بتصبيها بقى في الكوبايات زي ما انتوا شفتوا كده في الاول خالص. وبعد كده بقى بتقعديها 8 ساعات، بتقفلي بقى عليها الغطا وتقعديها 8 ساعات. في الشتاء بتقعد 8 ساعات، وفي الصيف بتقعد من 5 ل6 ساعات على حسب طبعا درجة الحرارة. يعني انا بالنسبة لي مثلا احنا دلوقتي ايام شتاء وايام بتبقى ساعة، لان انا طبعا عاملاه بالليل. فبالليل درجة الحرارة بتبقى اسعى من النهار، فبعمله 8 ساعات بالظبط يعني. من 5 ل8، من 5 للساعة مثلا 1 بالظبط، من 5 بالظبط ل1 بالظبط، فاهمين؟ بتعمليه من 12، يبقى من 12 ل8 في الشتاء. طيب في الصيف بقى في 7 و8 ما بياخدش أكتر من 5 ساعات. في 7 و8 بالذات عشان الجو بيبقى نار أصلا، فما بياخدش أكتر من 5 ساعات. ابتديتي بقى تسقعي مثلا في شهر 9 10 6 ساعات. تبتدي توصلي بقى معاهم لحد ما يوصل ل8 ساعات على حسب درجة حرارة الجو عندك. لكن هو الأساسي لما بيكون في الساعة بيكون 8 ساعات. ببدأ بقى هنا هوت انا يعتبر كده خلاص شغلت المكنة بقى، وهبدأ بقى ابتدي اعمل الغدا. دلوقتي الساعة حاليا 5 بالدقيقة. هعمل غدا سريع وخفيف، وفي نفس الوقت مش هياخد معايا وقت كبير على النار، وفي نفس الوقت مغذي وحاجة محترمة كده. يعني عايزة اقول لكم اكل مطاعم النهاردة هتبقى سفرة مطاعم. زي ما انتوا شفتوا كده في الاول. التتبيله اللي انا بعملها دي تتبيله فراخ مشويه. فراخ انا هعملها على الجريل. طيب بتعملي الكميه دي كلها ليه؟ هو انت عندك حد؟ لا، ما انا ما عنديش حد، لكن بعمل الكميه دي علشان يومين، علشان انتهز الفرصه بيني وبينكم، لان الاكله دي ولادي بيعشقوها، بيستنوها من رمضان لرمضان. انا كنت عاملاها في رمضان اللي فات اكتر من 3 4 مرات في الشهر. من كتر ما الاكله اولا ما بتاخدش مني وقت كبير، وهي مغذيه وحلوه.
يعني اكله حلوه. زي ما انتوا شفتوا كده في الاول حطيت علبه الزبادي اللي انا عاملاها. طبعا علبه الزبادي دي قديمه. حطيتها مع آه زي ما انتوا شفتوا كده في الاول خالص التتبيلات بتاعتي ملح وفلفل، بهارات الفراخ. بحب احط قوي بابريكا، كاري، كركم. بحب كمان احط عصرة ليمونة. بحب احط نقطتين خل. بحب احط اللي هي صوص المشويات بقى، ادوب بقى، وبابريكا طبعا. وبحب ادوب كل ده مع بعضه، واقوم معليه بقى الجريل جامد قوي، معليها جامد قوي. وبنزل بقى زي ما انتوا شفتوا كده الفراخ، وبفضل معليه عليها لحد ما تاخد اللون، علشان اقفل كل المسام بتاعه الفراخ ما تنزليش ميتها. بعد كده والنار لسه عالية كده، ببتدي ان انا اقلبها على الوش التاني، ما بوطيش النار خالص لحد ما بتقفل المسام يمين وشمال وفوق وتحت زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ببدأ بقى بعد ما هي خدت اللون فوق وتحت وقفلت المسام كلها، ببدأ بقى اوطي عليها واقفل الغطا. بسيبها بالظبط نص ساعه. لو اقول لكم ان الفراخ بتاخد معايا نص ساعه، فعلا مش اكتر من نص ساعه. عشان كده قلت لكم ان انا لما بدخل المطبخ على 5 الحمد لله بخلص كل اكلي. ده بسبب ان انا عامله تفريزات حلوه جدا جدا، هتشوفوا دلوقتي معايا سبب التفريزات وحلاوه التفريزات زي ما بيقولوا. انا هنا هبدا بقى على العين التانية. طبعا انا كده يعتبر خدت الفراخ وحطيتها على النار وتعيش بقى حياتها مع نفسها. انا كده وطيت النار، خدوا بالكم. طبعا الجريل دي حلوه جدا عشان هي ليها غطا. فلو الفراخ بتاخد معاكي ساعه، هتاخد في الجريله دي نص ساعه. ليه؟ عشان فيها غطا. هبدا بقى على العين التانية اعمل خضار مشكل كده. سميه بقى زي ما تسميه، سميه خضار سوتيه، سميه خضار متشوح، سميه مثلا، يعني بصي سميه اللي تسميه، بس هما مجموعه خضار مع بعض. طبعا انا زي ما انتوا شفتوا كده انا بقطع البطاطس جوليان. انا طبعا حطيت في الاول يعني طبعا انت هتقولي لي ايه، هو ليه يعني انت حاطه زيت وهي اسمها خضار سوتيه؟ بصوا، بالنسبه لكميه الزيت اللي انا حطاها مع كميه الخضار اللي انا حطاها، تقريبا الزيت مش باين، يعني تقريبا الزيت حاجه لا تذكر. طيب هتبتدي تحطي ايه بقى؟ هبدأ احط البصل جوليان. طبعا بصراحة كده انا كنت كمان مفرزة بصل جوليان، انا حاطاه في الفريزر، بس للاسف الحاجة على بعضها فما لقيتهوش، وانا كنت مستعجلة جدا. فقمت عاملة لي بصلتين كبار كده حلوين محترمين، وقطعتهم جوليان زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده هبتدي بقى البسل انا مفرزاها، الجزر انا مفرزاه، الفاصوليا انا مفرزاها، كل ده انا مفرزاه الحمد لله. طبعا البطاطس مش مفرزاها. وانا واقفه كده قمت مقطعه بسرعه بسرعه بطاطستين، وقمت مقطعاهم مكعبات. وهبدا بقى على نار عاليه برضو نفس الكلام، كل الخضار ده معايا يتشوح. مش عايزه برضو الميه اللي في الخضار تنزل، انا مش عايزه كده. انا عايزاه يتشوح بس مش اكتر من كده. هتلاقوني دلوقتي حطيت الفاصوليا اهو. كل ده انا كنت مفرزاه من قبل رمضان، وعملت معاكم تفريزات رمضان. الناس بقى اللي كانت عماله تعيب، فين بقى الناس اللي كانت عماله تعيب وتقول تفريزات رمضان ومش تفريزات رمضان؟ بصوا يا جماعه، انا داخله خمسة خمسة والحمد لله. يعني بالظبط 6 إلا تلت او 6 إلا ربع كنت مخلصه الاكل كله الحمد لله. بصوا بقى هنا هوت ببتدي ان انا ايه، طبعا انا هنا عاملاها فوق فمعليه النار زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا بقى بعد كده ان انا اشوح الخضار ده كله، مش هحط عليه اي بهارات لحد ما اشوحه. بعد كده بعد ما اشوحه هبدأ بقى اوطي النار. على اساس ايه بقى؟ على اساس ان ال... البطاطس تستوي، مش اكتر من كده. بصوا بقى الخضار. طب هتقولوا لي بقى بصوا الخضار اصله مش عارفه لونه بيغير. شايفين الخضار المتفرز لونه عامل ازاي؟ شايفين الفاصوليا من البسله؟ بصي دي لون ودي لون، خدوا بالكم. يعني دي درجة لون معينة، والفاصوليا ليها درجة لون تانية خالص، والجزر ليه درجة لون تالتة خالص. فبصوا تحس انه في لوحة فنية يعني بجد. بصوا انا كنت مفرزه معاكم، ورجعوا للتفريزات ورجعوا لفيديو التفريزات هتلاقوني مفرزه الفاصوليا. وكنت برضو مفرزه معاكم البسله والجزر. عايزه اقول لكم بطريقه حلوه جدا. وكنت مفرزه شويه بصل، مش قادره اقول لكم خطير قد ايه، نفعني بطريقه. لو متابعيني على القناه شوفوا لي انا كنت عامله كل حاجه المحشي من التفريزات. اذا كان كرنب كنت مفرزاه، تخديعه الرز قصدي الطماطم مفرزاها، الخضره مفرزاها. يا دوبك انا حطيت شويه التوابل على الرز وقلبت كله على بعضه. المحشي ما خدش معايا ساعه.
فعايزه اقول لكم التفريزات دي يا جماعه، بصوا التفريزات اللي مسهله حياتي، فعلا هي مسهله حياتي جدا. بصوا بقى، انا هنا نقلت الخضار على العين اللي انتوا شايفينها دي اللي هي اللي ورا، تاخد بقى ايه، تاخد وتدي كده مع نفسها. هبدأ بقى بايه، باخر حاجة هعملها، وهي شوية بقى زي ما بيقولوا كده شوية يعني ايه، رز بشوية خضار كده حلوين قوي. طب خضار تاني، ما انت عاملة خضار في الصينية اهو، لا هعمل خضار نوع جديد خالص وهو الفلفل. هعمل رز بالفلفل الالوان. طبعا ناس كتير هتستغرب، بس انا عملت معاكم الفيديو دوت، او عملت معاكم الرز ده او نوع الرز ده قبل كده، وعايزه اقول لكم كان رز خطير. ده انا بسميه رز العزومات، بجد غني جدا. برضو انا مفرزه الفلفل الاحمر والاصفر في الفريزر، وببدأ ان انا اشوحهم كده زي ما انتوا شفتوا. طبعا بنزل كل التوابل، تاخد وتدي كده وتتشوح. تاخد معايا البصلايه بكمان التوابل بالفلفل، وابدأ بقى بعد كده هوت انزل الرز، وابدأ اشوح معايا لحد ما، يعني عايزه اقول لكم التوابل بقى كمان معايا ايه، كان معايا فعل ملح وفلفل، ومعايا كاري وكركم. هم دي الحاجات اللي انا بحطها، بس لو حابه تحطي كمان توابل فراخ حطي. لكن انا يعني خلاص هم دول بس اللي انا بحطهم. وبعد كده ببتدي بقى ان انا هشوحهم كده تشويحه زي ما انتم شايفين، تاخد وتدي كده. وبعد كده زي ما بيقولوا كده ايه، الرزايه تتغلف، كل رزايه تتغلف بالزيت. طبعا انا الرز ده ما بعملوش بسمنه، الرز ده انا بعمله بزيت. الرز الوحيد اللي بعمله بالسمنه هو رز الشعريه، ورز حبة وحبة، والرز الابيض بس. لكن الانواع بقى الرز اللي هي بالخضار او رز بالبسله والجزر، الحاجات دي انا بعملها بزيت، بحس ان هي بتبقى احسن ومفلفله اكتر. هبدا بقى هنا اهوت انزل بقى بالعقد، او زي ما بيقولوا كده بشويه الميه اللي هتسوي لي الرز بقى زي ما انتم شايفين كده. وانا هقلبه بقى تقلبتين واقفل بقى. تشوفوا لي بقى السفرة اللي انا عاملاها النهارده، لو اقول لكم ان يعني ولادي كانوا بيقولوا ان احنا بناكل الطبق ده في المطاعم بكام مبلغ، 100 كام و100 جنيه مثلا. هتشوفوا دلوقتي المنظر عامل ازاي. عارفين انا دلوقتي بكلمكم وبسجل لكم الفيديو وبعمل مونتاج عليه، وانا عايزه اقول لكم ان انا سامعه صوت المسحراتي. بقالي بصوا بقالي زمن، يعني انا عندي يعني بقالي زمن ما سمعتش المسحراتي، بقالي زمن كتير قوي. ما اعرفش انتوا كمان عندكم حد بيلف في الشوارع كده ويعمل يعني يقعد بقى بالمسحراتي ده، ولا خلاص انقرضت عندكم؟ بصوا بقى، والله انا لسه بكلمكم عايزه اخرج كده واسمعكم صوت المسحراتي. بصوا بقى، انا هنا كانت الفراخ. بصوا، انا مش عارفه انتوا سامعين ولا لا. طب استنوا ثانيه واحده. للاسف انا لما خرجت بصوا ما لقيتوش، لقيته ماشي. للاسف هو على اول الشارع، بس لقيته ماشي بقى خلاص. تعالوا بقى شوفوا لي جمال وحلاوة الطبق اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، بصوا الرز بقى عامل ازاي، ما شاء الله عليه. بصوا ملهلب. دلوقتي بقى كانت 6:15 بالظبط. بصوا بقى، شوفوا لي الطبق ده وانتوا بتاكلوا الطبق ده في المطاعم عامل ازاي. مش عامل ازاي وبس، لا ده كمان سعره كام. يعني شوفوا لي النهارده الطبق ده سعره كام في اي مطعم. انا عاملاه لكم في البيت بحاجه نظيفه، وعمركم ما هتلاقوا كميه الخضار دي. طبعا هم لا يمكن هيحطوا كميه الخضار دي كلها، لا يمكن هيحطوا كميه الرز دي كلها. بصوا، طبق عالمي، انا ولادي بيعشقوه. طبعا انا عامله هنا كميه كبيره. طبعا كانت الاول الوok كانت يعني كبيره، طبعا كله هبط، الخضار كله هبط لما استوى هبط. آه انا طبعا هنا عامله كميه كبيره لان انا بعمله على قد اليومين. طبعا انا الفراخ عامله يوم واحد، فاهمين؟ يعني انا عامله الفراخ يوم واحد. يعني ايه، الرز هيبقى عندي والخضار هيبقى عندي، لكن الفراخ هعمل بقى طبق تاني ان شاء الله. يعني هعملها ايه، هعمل ايه يعني دورة تانية كده ايه بكرة ان شاء الله. تعالوا بقى شوفوا لي السفرة بتاعة الفطار دي عاملة ازاي. ادوني كم من 10. انا يعني بصوا، وطبعا انا هنا حاطة طبق زيادة للي عايز خضار. بصوا قولوا لي بقى انا اخد كم من 10. يعني انا عايزه في التعليقات تشجيع جامد جدا جدا للفيديو ده، لان فكره فيديو حلوه جدا، وفكره فطار حلوه قوي قوي قوي. فكره فطار حلوه جدا، وسهله وما خدتش معايا وقت خالص. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه باي حاجه، وقولوا لي في التعليقات الفيديو عجبكم ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.